بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا مختصر يسير لشرح ورقات الإمام الجويني رحمه الله تعالى بشرح الإمام المحلي رحمه الله تعالى بتيسيرنا وتبسيطنا. وأقول: قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي لطف الله تعالى به: أما بعد، فهذه ورقات قليلة تشتمل على فصول من أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ وغيره. وهنا هو يعرف الأصل، فيقول: الأصل الذي هو مفرده الأول ما يبتنى عليه غيره. ويشبه لنا تعريف الأصل فيقول: كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. أراد أن يقرب إلى عقولنا بأن أصول الفقه، كلمة أصول الفقه تبدأ بكلمة أصول، والأصول مأخوذة من الأصل. وهذه الأصول للفقه الإسلامي هي القواعد لهذا الفقه الإسلامي. ويشبه لنا القضية كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها النابت في الأرض، أي جذرها النابت في الأرض. فالأصول للفقه كالجذور للشجرة، وكأصل البناء للدار أو للجدار. فالذي لا يعرف علم أصول الفقه فإنه لا يعرف من الفقه شيئا، لأنه عرف الفروع أو عرف القشور ولم يعرف الجذور الحقيقية. فأصول الفقه هي القواعد التي يبتنى عليها الفقه الإسلامي. ثم يقول: والفرع الذي هو مقابل الأصل ما بني على غيره كفرع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله. فإذا الفقه، أقول إن الفقه هو عبارة عن فروع للأصول كفروع الشجرة. فالفقه فرع للأصل أي فرع لأصول الفقه، وهذا الفرع قد نبت من ذلك الأصل. فيجب على دارس العلوم الشرعية أن يدرس الأصل قبل الفرع، لأنه لا يمكنه أن يصل إلى الأصل أو إلى معنى الفهم الحقيقي للفقه الإسلامي إلا بعد أن يبدأ بالأصل ويعلم تفصيلات هذا الأصل ويعلم تفصيلات هذه الجذور. ويقول: والفقه الذي هو الجزء الثاني، أي الجزء الثاني من مفردة كلمة أصول الفقه. علمنا ما هو الأصل، وعلمنا بأن الأصل هو الذي يبتنى عليه. وننتقل الآن إلى مفردة الفقه من أجل أن نعلم معنى كلمة أصول الفقه قبل الدخول في العلوم التي يبينها هذا العلم الجليل. فيقول: والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم. أي أقول إن تعريف الفقه في اللغة هو الفهم. فهم الأشياء هو فقه الأشياء. الإنسان الذي يفقه الأشياء فهو فقيه فيها. ومعنى شرعي أي معنى اصطلاحي. فلكل مفردة
لها معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فالمعنى اللغوي أي إرجاع هذه الكلمة إلى أصلها اللغوي ومعرفة معناها اللغوي العام. وقد يكون في المفردة الواحدة مشترك لفظي، فتجد أن لها معان كثيرة في اللغة، ولكننا عندما نتحدث عن المعنى الاصطلاحي أو التعريف الاصطلاحي فهو تعريف للشيء باصطلاح أهل العلم الذي يتحدثون بهذا العلم. فإذا قلنا التعريف الاصطلاحي للفقهاء فإننا نعرف بالمصطلحات التي تعارف عليها علماء الفقه، وإذا قلنا التعريف الاصطلاحي للحديث فإننا نعرف بالمصطلحات التي تعارف عليها علماء الحديث. وإذا قلنا المصطلح التفسيري أو التعريف بناء على علماء التفسير فإننا نعني بذلك المصطلحات التي تعارف عليها علماء التفسير. ولا بد للحد أي التعريف أن يكون جامعاً مانعاً لا يفتقر إلى شيء من خارج جنسه وليس فيه زيادة على خارج جنسه. فيجب أن يكون في التعريف كلمات محدودة تؤدي إلى الغرض المطلوب لا زيادة على هذا الغرض بحرف ولا نقصان من هذا الغرض بحرف واحد. فيقول في المعنى الشرعي للفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه والفقيه هو الذي وصل إلى الحكم الشرعي عن طريق الاجتهاد، وفي هذه المسألة تفصيل. فيضرب لنا الإمام رحمه الله تعالى أمثلة على ذلك، فيقول: كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وإن الوتر مندوب، وإن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وإن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح، وإن القتل بمثقل يوجب القصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وإن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل القطعية، فلا يسمى فقها. ففي هذه الحالة يقسم لنا الإمام رحمه الله الفقه من حيث التعريف الاصطلاحي، يقسمه على قسمين. القسم الأول الفقه الذي لا يتأتى إلا بطريق الاجتهاد، وقد ضرب لنا أمثلة على ذلك. ومن هذه الأمثلة مثلا إن النية من الليل شرط في صيام شهر رمضان. ففي هذه الحالة ضرب لنا مثلا إننا ما وصلنا إلى هذه القضية إلا بعد أن اجتهدنا وبحثنا ومحصنا الأدلة حول هذا الأمر، فوصلنا إلى إن النية من الليل شرط في صوم رمضان. ويضرب لنا في القسم الثاني أمثلة، ومنها أنه يقول إن الصلوات الخمس واجبة وإن الزنا محرم، فهذا ليس باجتهاد. وهذه المسائل من المسائل البديهية ومن المسائل القطعية
التي يعلمها جل الناس، ولا يسمى العالم فيها فقيها، إنما الفقيه الذي بحث عن الدليل ووجده وفهمه. فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، والأحكام المرادة، وأعني بذلك في قضية المعرفة هنا العلم بمعنى الظن، عندما يتحدث ويقسم الفقه إلى قسمان: فقه بطريق الاجتهاد، وفقه بالمسائل القطعية. يقول المعرفة هنا العلم بمعنى الظن. ثم ينتقل إلى أول مسألة من مسائل أصول الفقه، وهي قضية الحكم والأحكام. فيقول: إن الأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذه هي الأحكام الشرعية التي يبينها الفقهاء ويسوقوها في أبواب الفقه المتعددة والمتشعبة. فيقول: فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر 7، أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح، وهكذا إلى آخر جزئيات 7. فلا تطلق لفظة الفقه والفقيه، أقول لا تطلق لفظة الفقه والفقيه إلا على عالم بهذه الأحكام 7: عالم بالواجب وتعريف الواجب وتفصيلات الواجب، وعالم بالمندوب وتعريفه وتفصيلاته، وعالم بالمباح والمحرم وما إلى ذلك من هذه المسائل بجزئياتها وتفاصيلها وأدلتها. فيقول رحمه الله: الواجب من حيث وصفه بالوجوب يعرفه ويقول كما عرفه العلماء من قبل الإمام المحلي ومن بعده، فيقول: هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره، فلا ينافي العفو. ففي هذه المسألة يبين لنا إن الأمر الواجب في الأحكام الشرعية هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فأي أمر ورد في الكتاب الذي أنزله الله تعالى على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأي أمر ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه، فهو واجب من الواجبات الشرعية. وهذا الواجب يناط بكل مسلم عاقل مكلف، ولا يناط الواجب لا بمجنون ولا بغير مسلم ولا بغير مكلف. فهنا يبين لنا في هذه المسائل بأن الواجب ينقسم من حيث الوقت إلى قسمين: